مسلسلنا بيبدأ مع بنت اسمها ميونام اللي بتكون واقفة بتعترف بحبها للولد اللي هي بتحبه، لكن الولد ده بيتحرج لما بتعترف له بحبها وبيرمي هديتها بعيد وبيتعصب عليها وبيقولها انت ازاي ما اتحركتيش وانت بتعترفي لي الاعتراف ده، وانه لو مكانها كان هيستخبى ورا صندوق علشان مش جميلة. وطبعا زمايلهم بيفضلوا يضحكوا عليها وبيفضلوا كلهم ينادوا عليها بالقبيحة، لكن ميونام بتمشي وهي متضايقة، ولما بتروح البيت بتفضل تعيط جامد وابوها مش بيبقى عارف يعمل معاها ايه. ترفض انها تخرج من البيت وفعلا بتفضل في البيت لمدة سنة كاملة. بعدها بتكون بتلعب ببالونتها جوه البيت والبالونة بتطلع بره وبتطلع وراها عشان تجيبها، ولما بتخرج علشان تجيبها بتلاقي شخص بيعرض عليها انه يساعدها، لكن ميهونام بتخاف منه وكمان بتبقى خايفة انه يشوف وشها علشان هي مش جميلة. وبتلاقي جنبها على الارض كيس من الورق فبتاخده وبتخبي وشها وبتسيبه وتدخل على جوه. المهم انها بعد سنتين بنلاقيها بدلت الكيس ده بكرتونة وبتفضل مستخبية جواها وبتحس انها مستريحة كده ومفيش اي ضغوط عليها. المهم ان الصندوق ده بقى شريكها في الحياة وما بقتش تقدر تستغنى عنه، وفضلت 3 سنين محتفظة بيه بالشكل ده. وبتكون ميهونام مكونة صداقات على النت مع ناس ما تعرفهمش، وبتكون عايشة مع ابوها واخوها الصغير. طبعا ابوها بيكون زعلان جدا وبيكون عايز يشوفها وبيكون عايزها تعيش حياة عادية زي كل البنات، وفعلا بيروح لدكتورة نفسية عشان يستشيرها في حالة بنته، وبيقعد يحكي للدكتورة انه تعب من حالة بنته جدا، وبيقول لها انه جاب لها المدرسين لحد باب البيت علشان هي مش عايزة تروح المدرسة، لكن الدكتورة بتقترح عليه انه لازم يخرجها من الحياة اللي هي فيها ولازم يغصب عليها انها تروح المدرسة وانها لازم تخرج. بالليل وهم بيتعشوا ابوها بيقول لها انه سجل اسمها في المدرسة بتاعت اخوها وانها هتبدأ الدراسة من تاني يوم. طبعا ميهونام بتتصدم وبتفضل تصرخ عليه وبتقول له انها مش بتحبه، وابوها بيحاول يشيلها الصندوق من على دماغها، لكن ميهونام بتصرخ وبتفضل تعيط وبتفضل تترجع علشان ما يوديهاش المدرسة عشان مش هينفع تروح والصندوق ده على وشها. ابوها بيتأثر من كلامها وبيكون زعلان جدا، لكن بيفضل مصر انه هيوديها المدرسة. وبتروح ميهونام على اوضتها وهي بتعيط. لما اخوها بيروح لها بيكون لابس صندوق زيها وبيدخل يهزر معاها، لكن ميهونام بتكون منهارة من العياط. واخوها الصغير ده بيكون جايب لها صندوق جديد وبيطلب منها انها تشيل الصندوق القديم وتلبس الصندوق الجديد. ولما ميهونام بتشيل الصندوق بيطلع ان شكلها كان جميل جدا، واخوها بيحاول يقنعها انها جميلة وانها ينفع تروح المدرسة بوشها، لكن ميهونام بتكون متأكدة انها مش حلوة. المهم بيفضلوا يجددوا في الصندوق بتاعها ويحاولوا يعملوا عليه شوية زينة كده. تاني يوم الصبح ابوها بيوديها هي واخوها المدرسة، لكن ميهونام بتكون متوترة جدا ومش عارفة تنزل من العربية اصلا. ابوها بيقول لها انه عرف كل المدرسين اللي هناك بحالتها وان مفيش اي حد هيقدر يتنمر عليها، وميهونام بتنزل وابوها بيكون قلقان عليها وخايف. المهم انها بتدخل المدرسة تكون لابسة الصندوق بتاعها، وطبعا كل الطلاب بيبصوا عليها علشان المنظر غريب جدا وبيفضلوا يتنمروا عليها ويشاوروا عليها ويضحكوا عليها. وهي لما بتسمع كل الكلام ده بتحس بدوخة شديدة، تنهار وخلاص هتقع، لكن بيلحقها واحد زميلها والشخص ده بيكون لابس خوذة على راسه وهي بتكون خايفة منه وبترفض انها تتكلم معاه، وبيقول لها ان هو اسمه ميلتون، لكن هي بترفض تقول له على اسمها وبتبقى خايفة منه، وهي بتبعد عنه بتخبط في ولد تاني اسمه زيرو. والطالب ده بيكون اكتر طالب مشهور في المدرسة وبيكون بتاع مشاكل كتير جدا. ميهونام بتعتذر له وبتبقى عايزة تمشي، لكن هو بيوقفها وبيسألها على الصندوق ده وبيطلب منها انها تشيل الصندوق، لكن ميهونام بترفض وبيبتدوا فعلا يتنمروا عليها وبيحاولوا يشيلوا الصندوق غصب عنها. لكن بيدخل ميلتون اللي انقذها في الاول وبيزعق لهم كلهم وبياخد ميهونام ويمشي. بعدها بتروح ميهونام الفصل والمدرسة بتعرفها على الطلاب، والمدرسة بتاعتهم بتطلب منهم انهم يحترموا ميهونام، لكن لما بتدخل عشان تقعد على الديسك بتاعها بتلاقي كل اصحابها بيتنمروا عليها وبيحدفوا عليها ورق وبيفضلوا يتريقوا عليها. بعدها بنكون في وقت البريك، بتروح ميهونام عشان تقعد مع اخوها تاكل، وهي بتدور عليه بيجي لها ولدين من المدرسة وبيحاولوا يشيلوا الصندوق من على وشها، وميهونام بتفضل تصرخ وكل الطلاب واقفين عمالين يضحكوا عليها ويتنمروا عليها. تقدر انها تبعد عنهم وتجري وبتسيب الاكل وتروح تقعد لوحدها وبتكون حزينة جدا وجعانة جدا كمان. لكن ميلتون بيجي لها وبيطلع اكل من معاه وبيديهولها، وبنلاقي ميهونام بتاكل في الاكل من تحت الصندوق، وميلتون بيقول لها انه نفسه يشوف وشها، لكن هي بتقول له ان هي مش جميلة علشان كده بتخبي وشها.
وبيكون ميلتون متضايق جدا علشانها، وميونام بتشكره على وقفته معاها وبتقول له ان هي ما حبتش المدرسة خالص وانها مش هتيجي تاني. لكن ميلتون بيوقفها وبيقول لها انه عايز يشوفها تاني يوم وانه هيكون صاحبها في المدرسة. طبعا ميونام بتفرح علشان ده اول شخص تصاحبه في حياتها. المهم بعد المدرسة زيرو وميلتون بيتقابلوا مع بعض، وميلتون بيقول لزيرو انه هو جبان علشان دايما متحامي في الشلة بتاعته، وانه لو راجل حقيقي يواجهه راجل لراجل. طبعا زيرو بيطلب من اصحابه ومن الشلة بتاعته ان محدش يتدخل، وبيبدأوا الاتنين يضربوا في بعض. وطبعا زيرو بيضرب ميلتون جامد، لكن بيسمعوا صوت الشرطة جاية فبيهرب زيرو بسرعة. وهو بيهرب بيلاقي قدامه ميونام، بيروح ماسكها من ايده واخدها معاه وبيشلها الصندوق غصب عنها. واول ما بيبص في وشها بيسرح بخياله فيه وبيسرح في جمالها الغير طبيعي، وميونام من الصدمة بيغمى عليها. بتفوق ميونام بتلاقي نفسها في المستشفى وابوها واخوها جنبها. تفضل ميونام تصرخ علشان الصندوق مش على وشها، لكن ابوها ما بيبقاش قدامه طريقة غير انه يجيب لها كمامة علشان تداري شوية من وشها علشان تبقى مبسوطة ومستريحة. وطبعا ابوها بيبقى حاسس بالذنب عشان هو اللي وداها المدرسة، لكن ميونام بتفاجئه بقرارها المرة دي وبتقول له انها هترجع المدرسة تاني وبتكون نفسها تنتقم من زيرو. بعدها بنروح للمدرسة، بيكون زيرو قاعد في المكان بتاعه وبيكون مش بيفكر في اي حاجة غير في وش ميونام وقد ايه هي جميلة، وعمال يفكر جوه نفسه هي ليه مخبية وشها وهي بالجمال ده. وبيتمنى زيرو انه يشوفها فعلا مرة كمان. وفجأة بيلاقي ميونام داخل عليه وبتضربه بالقلم، ولما الشلة بتاعته هيبتدوا يضربوا ميونام بيوقفهم زيرو، وزيرو بيفضل يزعق لها وبيقول لها لو عايزة تضربيني تاني اضربي. بتخاف ميونام منه وبتمشي، لكن زيرو بيمشي وراها وبيمسكها وبيسألها وبيقول لها انا نفسي اعرف حاجة واحدة بس، انت ليه بتخبي وشك؟ هي بتقول له عشان وشي مش جميل. فزيرو بيحاول يشيلها الكمامة غصب عنها وبيقول لها لازم تشوفي وشك في المراية. وفجأة بيدخل عليهم ميلتون اللي بيضرب زيرو وبيبعدوا عنها، وبيفضل يضرب في زيرو لحد ما ميونام بتوقفه وبتسلك ما بينهم. المهم انهم بتحصل لهم فضيحة في المدرسة، والاخبار كلها بتنتشر ان في ولدين بيتخانقوا على ميونام، وميلتون بيفضل يهاجم فيه وبيقول له انت بتعمل كل ده عشان تبقى صاحبها. لكن زيرو بيلاحظ ان ميلتون معجب بيها فبيقول له انا مش عايز اصاحبها ولا حاجة. وبعدين بيقول له انت لو شفت وشها هتلاقيه مش جميل اصلا، دي قبيحة جدا. طبعا ميونام لما بتسمع كده بتتضايق وبيغمى عليها. وبيعدي اسبوع وبتكون ميونام حابسة نفسها وبتكون رافضة انها تخرج او تتكلم مع اي حد. المهم في يوم بيروح زيرو البيت ليها، لكن باباها واخوها هما اللي بيقابلوه، وابوها بيزعق له وبيقول له ان بنتي ما بتقابلش اي حد، وكمان بيقول له انها ما بتتكلمش مع اي حد من اسبوع. طبعا زيرو بيكون متضايق جدا. تاني يوم الصبح ميلتون بيروح على بيتها علشان يسأل عليها وبيقابل اخوها، وبيعرف من اخوها ان هي لسه ما خرجتش من اوضتها، وبيطلب من اخوها انه عايز يجرب انه يتكلم معاها. وفعلا بيطلع لها فوق وبيفضل يخبط عليها وبيصر على انه يقابلها وانها لازم تخرج له. وميونام عشان تخلص منه بتضطر فعلا انها تطلع له وبتكون لابسه كمامه، ولما بتخرج بتلاقيه لابس صندوق على شكل بطه وبيكون ميلتون عامله ليها مخصوص، وكمان بيبقى عامل لنفسه خوذه على شكل نفس البطه علشان يبقوا شبه بعض. وبيطلب منها انها ترجع معاه للمدرسه وانه مش هيسمح ان اي حد في المدرسه يضايقها تاني، وفعلا بتوافق انها تروح معاه. تاني يوم الصبح بيعدي عليها وبياخدها وبيروحوا مع بعض المدرسه، ولما بيكون قاعده لوحدها ميونام زيرو بيروح لها وبيخبطها على الصندوق كده خبطة خفيفة وبيقف وبيتأسف لها على اللي عمله معاها. لكن اخوها الصغير بيفكر ان زيرو بيضايقها فبيجيله وبيزعق له وبياخد اخته وبيمشي. وهم في المدرسة بنلاقي بنت اسمها أسون تروح لميونام وميلتون وتقعد معاهم، تطلب من ميونام المساعدة وان شلة زيرو بيتنمروا عليها وان هي بس اللي قدرت تقف قدام الشلة دي وانها عايزاها تساعدها. وميونام بتتأسف لها وبتقول لها انا مش هتدخل مع زيرو ده تاني في اي مشكلة، وبتمشي ميونام وتسيبها. بنروح لوقت الغداء بنلاقي مجموعة طلاب تانيين جايين لميلتون وميونام وبيطلبوا منها نفس الطلب بتاع أسون، وان زيرو والشلة بتاعته بيتنمروا عليهم. وفي نهاية اليوم المدرسي أسون بتجيلها وبتقول لها ان زيرو بيضرب اخوها. طبعا ميونام بتجري وبتروح على هناك وبتلاقي شلة زيرو فعلا بيضربوا في اخوها. تدخل ميونام وبتطلب من زيرو انه يوقف شلته عن ضرب اخوها، وفعلا بيسمع كلامها وبيبعد شلته عن اخوها وبيقول لها ان اخوك اللي بدأ. لكن ميونام بتتعصب عليه وبتقول له انت وشلتك عمالين تتنمروا على كل الطلاب اللي في المدرسة. لكن زيرو لما بيسمع كده بيستغرب جدا وبيقول لها انا ما اتنمرتش على حد. فبترد أسون وبتقول له شلتك كلها بتتنمر على كل الطلاب ومبهدلنا. زيرو بيلف لاصحابه وبيفضل يضرب فيهم وبيزعق لهم وبيقول لهم
مش عايز اشوف فيكم حد بيتنمر على حد تاني. وبتتدخل ميونام وبتوقفه وبتقول له ان الشخص اللي بيستخدم القوة مع الناس بيكون شخص ضعيف، وبتطلب منه انه يبطل انه يضايق الناس. وزيو بيقول لها هسمع كلامك بس بشرط انك تشيلي الصندوق من على وشك. ميونام بتسكت وما بتبقاش عارفة هتعمل ايه. وزيو لما بيلاقيها ساكتة ومش بترد عليه بيروح على اخوها علشان يضربه، وبيهددها انها لو ما شالتش الصندوق هيضربه. وقبل ما بيضربه بلحظة ميونام بتشيل الصندوق من على وشها. وزيو كالعادة بيسرح في جمالها. طبعا كل الطلاب في صدمة علشان طلعت جميلة جدا. وزيو بيطلب من شلته انهم ما يضايقوش حد تاني في المدرسة. وميونام بتاخد اخوها وبتمشي، ولما بتقابل ميلتون بتحضنه وهي بتعيط علشان بتبقى فاهمة ان الناس كلها كده شافوا وشها وانها قد ايه مش جميلة. لكن ميلتون بيهديها وبيقول لها انه هيفضل جنبها. ولما بتروح البيت بتبقى قاعدة مع ابوها واخوها بيعرفها انه عمل صفحة باسمها وبالصورة بتاعتها اللي انتشرت في المدرسة، وان عدد المعجبين بيها بيزيدوا، وان الناس كاتبة عنها كومنتات جميلة جدا. وميونام ما بتكونش مصدقة اي حاجة من الحاجات دي. وابوها بيقول لها انه تعب علشان بقاله 3 سنين بيقنعها انها جميلة وانها مش وحشة خالص. وبيديها المراية وبيقول لها يا بنت شوفي نفسك. وبيقول لها اول ما هتبص في المراية هتشوفي بنت جميلة جدا. وفعلا بتاخد منه المراية، لكن ما بيكونش عندها اي فضول انها تشوف نفسها. تدخل اوضتها وبتفضل لوحدها. تفاجئ ان الشباك بتاعها مفتوح، وفجأة بيظهر لها زيرو وبيطلب منها انها ما تصرخش، وبيكون عايز يقول لها على حاجة. وعمل كده وطلع اوضتها عشان هي ما عطتلوش فرصة انه يكلمها. وبيتأسف لها زيرو عشان شال من عليها الصندوق، وكمان بيتأسف لها علشان قبل كده قال لها انها مش جميلة وان هي بالنسبة له اجمل بنت شافها في حياته. وبيرجع تاني يتأسف لها علشان خلاها تعيط، وبيوعدها انه مش هيكدب عليها بعد كده، وكمان عمره ما هيضايقها. وبيخرج من مكان ما جه. بعد ما بيسيبها ميونام بيجيلها فضول انها تشوف نفسها بعد كلام زيرو ليها، وفعلا بتبص لأول مرة في المراية وبتلاقي نفسها جميلة جدا، وما بتكونش مصدقة ان شكلها بالجمال ده. تاني يوم الصبح بتروح المدرسة من غير الصندوق. كل طلاب المدرسة عمالين يبصوا عليها وعلى قد ايه هي جميلة. ولما ميلتون بيشوفها بيقول لها انها جميلة جدا، وبيقعدوا الاتنين يتكلموا مع بعض شوية. وهم قاعدين بيتكلموا بيشوفوا بنت جميلة جدا، وأسوم بتعرفها ان البنت دي اسمها فيفان، وبتقول لها ان دي رئيسة الطلاب وانه معروف عنها انها مغرورة. بعدها ميونام بتقابل فيفان في الحمامات، وفيفان بتكلمها وبتقول لها انها متابعة اخبار على صفحة المدرسة وان هي كمان معجبة جدا بيها، وبتكون فعلا بتكلمها فيفان بكل تواضع. بعدها بنلاقي زيرو بيعمل مشكلة تانية، وميونام بتروح له وبتوقفه تاني وبتقول له انت وعدتني انك مش هتضايق حد ولا تتنمر على حد تاني. لكن زيرو بيقول لها انا بتخانق معاهم علشان علقوا على صورتك بطريقة وحشة، وانا مش هسمح باي حد يقول عليكي اي كلمة وحشة. لكن ميونام بتطلب منه انه ما يأذيش حد، لكن زيرو بيصرخ بصوت عالي وبيقول لكل الطلاب ان اللي هيكون ضد ميونام هيكون عدو ليا انا كمان. بعدها بيطلب من الطلاب كلهم انهم يمشوا علشان بيبقى عايز يتكلم مع ميونام لوحدهم. وميونام بتقول له يا ريت تبعدني عن المشاكل بتاعتك دي. لكن زيرو بيضايقها شوية وبيقول لها انه مش هيبعد عنها، وان هي كمان تجهز نفسها علشان تتعامل كل يوم مع المشاكل بتاعته. وميونام بتمشي وتسيبه. بعدها ميلتون بيروح لزيرو وبيسأله انت عايز ايه من ميونام؟ وزيرو بيقول له هقول لك الحقيقة كلها. انا في الاول كنت متضايق منها وعايز اضايقها، لكن بعد كده بقيت عايز ابقى مهتم بيها في كل حاجة في حياتها. لكن ميلتون بيقول له انا مهتم بيها وملكش انت فيه، خليك انت في حالك وابعد عنها. لكن زيرو بيتحداه وبيقول له انا هسيب الاختيار ده لميونام، هي اللي تختار ما بيننا. وده بيكون اخر مشهد في الجزء الاول. تابعنا عشان ننزل بالجزء الثاني على طول. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.